لو بتحبوا برجر اللحمة يكون جوسي وطعمه يخطف كده قلب اللي يدوقه، يبقى لازم تجربوا الطريقة دي. نص كيلو لحمة احط عليها معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة صغيرة بهارات، ومعلقة صغيرة توم بودرة، ونعجنهم مع بعض كويس لحد ما اللحمة تبقى عاملة زي العجينة معانا. هنشكلهم بعد كده على ايدينا او على قرص البرجر. الكمية دي هتديني 4 وحدات برجر. هنسيبهم يرتاحوا شوية وبعد كده مسحة زيت في طاسة ونسيبها تسخن كويس جدا، ونحط البرجر بتاعنا. وجنب البرجر هحط بصل جوليان يدبل، وبعد كده هنحط العيش يتحمص عشان ما يفرفتش معانا في ساندويتش البرجر. العيش ده معمول في البيت، انا نزلت طريقته قبل كده على الاكونت عندي. بعد ما العيش يتحمص هنشيله ونحط الجبنة فوق البرجر بعد ما يستوي، وبعد كده نبدأ نعمل الساندويتش الخطير بتاعنا. انا بحب احط جواه خس والبصل المكرمل وخيار مخلل، طبعا تقدروا تحطوا اي اضافات انتوا بتحبوها. وكده الساندويتش يكون جاهز. يلا جربوا طريقة البرجر وقولولي رأيكم فيها ايه. شايفين شكل الساندويتش حلو جدا، والطعم بتاع اللحمة مميز احلى من اي برجر بجد هتجيبوه من بره. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير للوصفة، واستنوني في وصفاتي الجديدة.